هاخدك في رحلة فنية. كل المسلسلات دي كان ليها انطباع خاص عند المصريين، خصوصا لو مسلسل زي أبناء في العاصفة، ومسلسل زي الضباب اللي كان بيحكي قصص وحكايات، خصوصا لما تلاقي واحد زي صلاح منصور أو خالد زكي وهو لسه شاب صغير، أو مسلسل قصر الشوق، وده كلنا اتفرجنا عليه، فيلم ومسلسل. القط الاسود ده كان مسلسل اذاعي وكان مسلسل تلفزيوني ايضا، بطولة طبعا محمود المليجي. الحصار ده كان برضو حاجات من ضمن الحاجات اللي اتعملت في فترة الثمانينات، كان مسلسل تلفزيوني، واكيد في جيل معين حضره وفي جيل بيسمعوا حتى الان على قناة مسبيرو زمان، بس هي قفلت عشان بتتطور. دايما القديم ليه حاجاته الحلوة.